في حريم هتعمر في البيوت وهتبقى زاني، وفي حريم لما تخش البيت هتعفرته ما بين كل الموجودين فيه. من فترة خسرت اخواته البنات، وادي نهاردي زنت على ودانه لحد ما عايزة تخسره ابوه. ولا عاد الايام دي في احترام الكبير ولا صغير، ده ما احترمش سني يا جاد، ما احترموش. ما هو يا ولد ابوي الزمن دي ما فيش حد يبقى فيه يحترم حد. العيل ما مقدرش ابوه ولا امه ولا عمه ولا خاله ولا مقدرش حد خالص، بس مش كلها زي بعضها، كله تبع ربايتك وتبع يدك. ما معاكم عيال اخوك من البيئات للزرع ومن الزرع للبيئات، يا تروح ما فيش عيل فيهم ما يعرضنا. والله يا عمي انا من ساعه ما اتولدت على وش الدنيا ابويا يقول لي شمال نروح شمال، يقول لي يمين نروح يمين، عمري ما كسرت له كلمه. وهو الواحد لو ما سمعش كلام ابوه هتبقى يعاسته في الدنيا داي. عندك حق يا ولدي، كلامك صح، وانتوا شباب زي الورد. عارفين زمان انا كنت نقول ايه لابوكم؟ كنت نقول لابوكم فرط لهم وما تضايقش عليهم، وابوكم يقول لي لا، يقول العيل لما تضايق عليه احسن عشان يطلع راجل عالي القيمي ويشرف ابوه، مش يزق ابوه يوقعه على الارض. ولما لفت الايام ودارت عرفت ان كلام ابوكم هو اللي كان صح، كلامنا كان غلط. عليه العوض يا ولد. اوي وطوا صوتكم عشان كيان نايمه جوا، وبالله عليك خد عيالك المحترمين واللي مربيهم كويس واخوك بالمره وتوكلوا على الله يلا، عشان عايز ننام لساعي. كيان زي بعض، مع لو سمعتنا هتخرب الدنيا جوا بعد اذنك. هو في غير كيان اللي خربت البيت يا ولدي؟ في غيري؟ صدق انت عيل نكسر باي. انا نكسر باية برضه يا عمي. نكسر باي وابوك ما عرفش يربيك ويربيك انا. يبقى انت اللي جبته لنفسك يا عمي. هنشوفوا مين اللي هيربي مين، استنى لك. لا عمك يا عاد يا قليل الادب، عيال عمك يا عاد، امسكوه يا عاد.